تحت شعار لأجل الكلمة التي لم تروى بعد نحن هنا، انطلقت فعاليات مهرجان كوباني الأدبي بدورته الثانية التي حملت اسم الشاعر الكردي الراحل فقير أحمد. ونظمت فعاليات مهرجان كوباني الأدبي بدورته الثانية من قبل دار آفا للطباعة والنشر في مركز باقي خدو للثقافة والفن برعاية هيئة الثقافة في إقليم الفرات. خلال الفعاليات ألقى الرئيس المشترك لإقليم الفرات زياد علي كلمة أشار فيها إلى أن هذا المهرجان هو رسالة لكل المحاربين للثقافة، وأن أبناء المنطقة قادرون على النهوض رغم الحرب الشرسة التي تتعرض لها المنطقة من قبل دولة الاحتلال التركية. تستمر فعاليات المهرجان لمدة 3 أيام، حيث تختتم في 14 من هذا الشهر. تلقى فيه ندوات ومحاضرات، وتقام فيه الأمسيات الشعرية ومسابقات أدبية باللغتين الكردية والعربية. الجدير بالذكر أنه يشارك في الدورة الثانية للمهرجان 8 دور نشر ومكاتب للنشر. هذه الدورة التي تنطلق اليوم تستمر لمدة 3 أيام. كما لاحظتم في الافتتاحية جاء سرد عن أهمية الأدب والتعريف بالشاعر الراحل فقير أحمد الذي تحمل الدورة اسمه، عن حياته ونتاجاته الأدبية. بشكل عام هذه المهرجانات هي مهمة ومفيدة من الناحية الأدبية والثقافية بشكل عام، لأنه ينبغي أن ندرك أهمية الأدب ودوره في حياة الشعوب وفي حياة المجتمعات، وأن النتاجات الأدبية والفنية بشكل عام، لنقل على اختلاف الأجناس الأدبية من قصة ورواية وشعر ومسرح، هي ليست لغرض التسلية والمتعة فقط، وإن كانت تحمل الكثير من المتعة، ولكن يجب أن نستفيد منها من البعد الأدبي، من البعد الفكري الذي تتناوله هذه النتاجات الأدبية.